الامن كان موقفه ايه يا فندم؟ ما كانش ليه تواجد الحقيقه. ما كانش ليه تواجد؟ لا. في اي مكان من الاماكن اللي شهد فيها حصل فيها اعتداءات؟ في اي مكان من الاماكن دي. اتاخر، طلبتم الاتصال بيه، ايه اللي حصل؟ اعتذروا. اعتذروا عن الوجود ولا اعتذروا عن التقصير؟ لا، اعتذروا عن انهم يجوا يتواجدوا. اعتذروا عن التواجد؟ ما جوش، يعني طلبناهم وما جوش في كل المواقع اللي حصل فيها تدمير وحصل فيها حرق واعتداءات. أنني تابعتك في 12 وأنت تنفي هذا الخبر ثم عدت لتؤكده من جديد. بالفعل يا أشرف، احنا لما نفينا هذا الخبر في نشرة 12 ما كانش فيه أي حاجة. هذه الواقعة حدثت تحديدا الساعة 12:30. الاهم من كده ان مدير سجن الفيوم اللي هو نزيه جد الله، اللي كان مدير سجن الفيوم وخالف تعليمات اللي هو البطران الله يرحمه وفتح السجن بالرغم ان نبه عليه 3 مرات، يترقى بعد السجن ما هرب منه بالكامل يبقى مساعد الوزير للسجون كلها. واحد ما قدرش يحافظ على السجن اللي كان فيه تمسكوا السجون كلها. خد ما عند حضرتك هذا المنطق وهذا الاسلوب وانت تقدر تستشف ايه اللي حصل لمحمد بالبطران الله يرحمه. مين اللي يقدر يدي امر بضرب النار وفي لواء موجود بالرتبه دي؟ لو قالوا ان هو مجند زي ما هم بيقولوا، طب ما يجيبوا المجند اللي طلعت منه الطلقه غلط. ايه المشكله؟ معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور يحيى موسى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. طبعا احنا كنا عايزين نبتدي مع حضرتك عن حالات الإصابة. هل تم الكشف عن الإصابات مثلا بطلقات نارية، خرطوش، درجات الإصابة ايه بعد إذنك؟ أنا كنت شاهد عيان على ما حدث حيث كنت متواجد مع رجال هيئة الإسعاف المصرية في المكان، وأقول شهادة لله وللتاريخ أن ما حدث مجزرا لتكاملة الأركان وقوات الشرطة العسكرية وقوات الشرطة والداخلية ضد المعتصمين السلميين الذين لم يكن يملكوا أي سلاح دافع به عن أنفسهم، وتم قتلهم بدم بارد بعد خلقهم بقنابل الغاز. وهذا ما رأيته وشاهدته بنفسي وشاهده رجال الإسعاف وعشرات الآلاف من المتواجدين هناك. ولكن قيل ان تم يعني بدأ الموضوع بإطلاق الرصاص بداية على قوات الحرس المتواجدة أمام الحرس الجمهوري، وكان هناك ما يسمى بجماعات إرهابية مسلحة بداخل هذه التظاهرة. ألو. لا، قول لنا مرة تانية المسافة يا فندم. مسافة الإطلاق جاوزت مدى الإطلاق القريب، أي جاوزت 3 أمثال طول ماسوره السلاح المستخدم. ده من على مسافة قريبة. لأن احنا مستوى نص متر يا فندم. لأن احنا مستوى نص متر يا فندم. في اغتيال اللواء الشهيد نبيل فراج. ده التقرير النهائي الرسمي اللي راح للنيابة العامة. عندنا صورة منه. اهم الكلام اللي جاي فيه طبعا هو بيثبت في التقرير مجموعة حقائق، وفي الاخر انتهى التقرير الى حقائق هقولها لحضراتكم سريعا. انه جثمان المتوفي وجد في كذا، وانه من في جرح ناري دخولي مش عارف داخل كذا، جرح ايضا حوالي 1.5 سنتي. انه المتوفي بدلة ضرب، بربطة لواء بيضاء اللون، مش عارف ايه كذا تفاصيله يعني.
معانا صورة دلوقتي من قدام منزل الشهيد محمد مبروك اهو. احنا كاميراتنا كانت هناك. طب